السلام عليكم. انا هاخد الكومنت ده على حسن النية، ان انت فعلا بتسأل الناس دي بتذاكر ازاي او بتعمل ازاي. والله انت لو بصيت لنفسك هتلاقي ان انت بتضيع وقت كبير جدا على السوشيال ميديا. مفيش حد تقريبا بيضيع اقل من 3 4 ساعات كل يوم نت. لو بصيت مثلا برضو هتلاقي نفسك اوقات كتير بتضيع وقت في حاجات ملهاش اي 30 لازم، تتفرج على مسلسل، تتفرج على فيلم، تقعد تجلد ذاتك، تتخانق مع حد في كومنتات وهكذا. فانت لو نظمت وقتك من بعد سنة تالتة او من سنة تالتة تقدر تذاكر يو سي ميل عادي جدا، زي ما احنا ناس كتير عملناها احنا وناس غيرنا وقدروا يعملوا ده مع الكلية. بس هي الأولوية بتقول ايه؟ بتقول ان انا ما اعملش حاجة لمجرد الناس بتعملها. انا دلوقتي الكلية دي عندي عدد ساعات حضور وعندي ساعات مذاكرة للكلية. مش مهم عدد الساعات على قد ما مهم قوي الانجاز في الساعات. ممكن يوم اذاكر ساعة ويوم تاني اذاكر 3 4 ساعات وهكذا. ما تتعاملش مع نفسك ان انت انسان آلي مطلوب منك ساعتين مثلا كل يوم لمدة 5 سنين. لا، الكلام ده مش مظبوط خالص. انت ممكن تذاكر يوم نص ساعة، وممكن يوم تاني تذاكر ساعتين، ممكن يوم تاني تذاكر 3 4 ساعات. عندك امتحان ممكن تقعد تذاكر طول الليل. الموضوع بيختلف من حد للتاني ومن ظروف لظروف تانية. بس تيجي مع المعادلة بقى الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لأن المعادلة حاجة شورت تيرم. يعني أنت مثلا في سنة تالتة فأنت عايز تمتحن في سنة رابعة، فقدامك سنة. السنة دي أهم عامل فيها هو الانضباط والالتزام. يعني عشان انجح في معادله امريكيه او في بلاب او في اي طريق معين، خلينا نتكلم على المعادله الامريكيه دلوقتي لانها هي الحاجه اللي ممكن تعملها مع الكليه. ايه اكتر عامل هيخليني انجح؟ ان انا ابقى ملتزم. بمعنى ايه ملتزم؟ انا عايز من نفسي ساعتين او 3 ساعات كل يوم لمده 6 ايام في الاسبوع، وعندي يوم في الاسبوع اوف. الكلام ده يفضل ماشي معايا قد ايه؟ اقل حاجه 10 شهور، سنه، وبعض الاوقات ممكن يكون اطول لو انا هاجل الامتحان شويه. مشكلة المناهج اللي بتتشرح بطريقة المعادلة الأمريكية إن هي مترتبة على بعضها أو مبنية في درجات سلم. بمعنى إيه؟ أنت بتفهم مثلا فيسيولوجي وأناتومي، وبعدين تدخل على باثولوجي، وبعدين فارماكولوجي، وهكذا. وبالتالي لو فصلت بتحس إن أنت مثلا قعدت أسبوع ما ذاكرتش، ترجع تاني تحس إن أنت محتاج تراجع كل اللي أنت ذاكرته، وبعدين تبدأ تشد تاني عشان تقدر إيه؟ تخلص اللي أنت التارجت اللي عايز توصله. فالنصيحة الأهم تنظيم وقتك، هو أهم عامل. ومفيش حد خارق وحد تاني عادي، لا، هو الموضوع كله تنظيم وقت وأولويات. كلنا عندنا 24 ساعة في اليوم، بس مش مطلوب مننا كلنا نعمل نفس الحاجات. يعني لو حد مثلا بيذاكر، المذاكرة دي أساسية عندنا كلنا، بس في واحد بيذاكر كتير جدا التارجت بتاعه إن هو يرتب على الدفعة، واحد بيذاكر عادي التارجت بتاعه إن هو يجيب مثلا امتياز، واحد تاني عايز يجيب جيد جدا. فالتارجت مختلف، بس في مقابل ده ما ضيعش وقت الباقي كله ان انا ما بعملش اي حاجه، او مش ما عنديش اي هوايه، ما بخرجش مع اصحابي، ما بعملش مثلا اي اكتيفيتيز معينه، ما عنديش اي حاجه مثلا اجتماعيه في فرح ناس قرايبي، في مناسبه عائليه ما اروحهاش اصل انا بذاكر. لا، لو خليت الكلية تاخد كل وقتك، الكلام ده اكتر غلط هتعمله. تخرج من الكلية مفيش حاجة معاك غير شهادة ايا كان التقدير اللي فيها ايه، لو انت الاول على الدفعة. بس الحياة فيها حاجات تانية مهمة جدا زيها زي الدراسة وزي الكلية وخلافه. تمام؟ فهو تنظيم الوقت هو المعادلة الأولى والأخيرة في القصة دي. لو انت اول مرة تشوفني اعمل فولو وشير للفيديو عشان يوصل ناس اكتر، ونقدر نتكلم على حاجات مفيدة تفيد الناس في المجال الطبي كله، سواء طلبة او خريجين. السلام عليكم.